السلام عليكم مشاهدي الاوفياء لقناه شوف واستفيد. اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم معنا في هذه المنطقه الرائعه اللي كتواجد بين السلاء الجديده وقريه اولاد موسى. بعد امطار الخير والبركه اللي صبات في هذه اللحظه السعيده، فالحمد لله كتشوف الدنيا زينت وخضرت والحمد لله كلشي فرحان، الفلاحه فرحانين والكسابه والناس. الاجواء رائعه بصراحه، الدنيا خضرت، الطبيعه رجعت للحقيقه ديالها، اللون الاخضر الطبيعي ديالها كما كتشاهدوا. خرجت في هذه اللحظه ديال الشتاء وامطار الخير باش نوثق لكم الفيديو من الطبيعه مباشره لعندكم حتى القلب ديال داركم. فنتمنى من الله انكم تفاعلوا معنا وتشاركوه مع جميع الاصدقاء ديالكم في شي بارطاج، شي كومنتير زوينه. ولو كنتي اول مره كتشاهد القناه ديالنا نتمنى لك واحد المتابعه فضلا منك وجزاك الله خيرا. فمرحبا بك اخويا او اختي اللي كتشاهدينا. كما كتشاهدي حنا في المنظر من الطبيعه مباشره، جات بين السلاء الجديده وقريه ولاد موسى. الاجواء في مدينه سلا بعد امطار الخير في الباديه المغرب. حبينا نشارك معكم هذه الاجواء هذه. فالحمد لله الدنيا خضرت وزينت الحمد لله، كما كتشاهدوا الدنيا كلها رجعت للطبيعه ديالها. فهذا عام ديال الخير والبركه علينا في 2026 ان شاء الله طلعنا في الصحه والسلامه والتيسير. فالحمد لله عليها، على هذا امطار الخير، ربي كرمنا بهذه الرحمه ديالو. فالحمد لله بعد ما كنا قنطانين والناس حازنا والامطار تسقط، الامطار اللي كنتشكاو منها قليله. فالحمد لله ربي عوضنا في الاعوام اللي ضاعت، هذا فضل من الله عز وجل علينا. فالحمد لله على كل حال. شو الدنيا عاد كتختار ان شاء الله بعد 15 يوم تقريبا ولا اكثر. غتبان لك الدنيا الفلاحه خرجوا البهائم ديالهم الاغنام ديالهم في الطبيعه كما كتشاهدوا فوق الجبال. يعني واحد 15 يوم سميتو تصب شي طلع شي شميشه ان شاء الله تبان الدنيا تزيان ان شاء الله، ترجع الطبيعه الاجمل ما يكون. فالحمد لله. دابا تزيان ان شاء الله الدنيا. الواد تا هو الواد داز السيول اللي كتجمع في الواد كتكون كبيره هنا بصراحه. راه دابا غير مازال قليله، ولكن كتكون السيول كتكون سيول ضخمه بصراحه. هاد الواد راه كيدوز السيل، راه كتحس واحد الحمله كبيره بصراحه، كتمشي كتخوي في الواد ابي القراق مباشره جا بين حصين، منطقه حصين والسهول وسلا جديده. هذا الواد تا هو كيجي من جهه السبيطار مستشفى بن مولاي عبد الله. كيجي ديريكت كيخوي هنايا. هاد المنطقه راه معروفه، الناس ديال السلا والرباط راه عارفينها تبارك الله. هاد الواد كيمشي مباشره كيخوي في عكراش، كيخوي في واد بورقراق اللي كيدير الرباط. انا كنصور في هاد اللحظه راه كاين الشتا دابا وجاي الشتا وخرج الغمه ديالك، حاولت غامرت باش نشارك معكم هاد الاجواء هادي ان شاء الله، وغادي نهرب بحالي لان كاين الشتا بصراحه.